طبعا بجيب قشرة الموز اهي زي ما انتوا شايفين كده، وبمسك طبعا البشرة بتاعتي، بفضل ادعك كده وادلك فيها بطريقة كده دائرية. اولا هستفاد بالتدليك لبشرتي لان طبعا التدليك مهم جدا، حلو قوي قوي. هفضل كده ادلك. قشرة الموز ديت بتديني تفتيح درجتين لبشرتي. اولا حلو قوي، طبعا لتقدم السن والتجاعيد وكده. بيبقى فيه ساعات في خطوط كده، حتى في بنات لسه صغيرين وبتلاقي وشهم في يعني خطوط رفيعة قوي. انا افضل ادلك بقشرة الموز دي كده بالاستمرارية، طبعا هتديني نتيجة حلوة جدا. اولا حلو قوي للتجاعيد، ثانيا حلو قوي لبياض البشرة، ثالثا بيديني نتيجة رائعة جدا في النعومة. طبعا زي ما انا قلت لكم ان هو طبعا موجود فيه فيتامين ب 6 وب 12، موجود فيه البوتاسيوم، موجود فيه حاجات كتيرة جدا، فيتامين سي كمان. يعني انا هستفاد بيه، مش هيضر. يعني انا دلوقتي قشرة الموز ايه اللي هتضرني؟ مش هتضرني في حاجة، بس انا هستفاد بيها عن تجربة، وبجد بجد، ودي معلومات يعني مؤكدة. هخشوا على جوجل وانتوا هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله. قشرة الموز كمان بعد ما هستخدمها لبشرتي، في ساعات بيبقى في انتفاخات تحت العين، في تحت العين كده انتفاخات، فهجيب قشرة الموز كده. انا حاولت بقدر الامكان ان انا الم فوائد الموز دي كلها في فيديو واحد، لانها بجد بجد من كتر فوائده ما يكفيش فيه فيديو واحد. بصوا هجيب دي واحطها تحت العين كده زي ما بحط شريحة الخيار لو في غمقان، احطها تحت العين عشان كتير مننا بيصحى ويبقى فيه انتفاخ كده تحت العين. فهحطها حلو جدا. البياض اللي جوه ده ترطيب للبشرة. لو بشرتنا جافة البياض ده بيديها ترطيب جميل جدا، حلو جدا. لو في آلام في جسمنا اجيب قطعة قشرة موز على المكان اللي فيه ألم واحطها عليه كده، برضو حلو قوي قوي قوي. قشرة الموز، الموزة نفسها حلوة قوي للناس الممسكة كتير، بيبقى عندهم على طول الامساك ولازم ياكلوا سلطة عشان ياخدوا برشام ليونة علشان الامساك وما يحصلش مشاكل وكده. فالموز ده جميل جدا. الموز اكله يعني بصي بيعلي هرمون السعادة عندنا. يعني احنا محتاجين في الفترة دي ان الواحد يكون ايه، بلاش العصبية وبلاش الأكشن اللي احنا عايشينه. فالموز بيساعد على بيرفع هرمون السعادة عندنا، فبالتالي بيدينا كده ايه، حاجة كويسة. اكله حلو جميل، يعني مفيش حد ما بيحبش الموز. احنا هنستفاد بيه زي ما قلت لكم لبشرتنا. هنحطه للانتفاخات تحت العين، هنحطه نمسكه نفرمه ونحط عليه في الخلاط طبعا، ونحط عليه شوية معلقتين مية عشان يتفرم. وبعد كده هحط عليه معلقة نشا واقلبه كويس جدا، ونص معلقة زبادي، وهفرده على بشرتي لمدة 20 دقيقة. برضو دي من الوصفة الهايلة جدا، ونستخدمها هتديكي نتيجة رائعة جدا لتفتيح درجتين لبشرتك. وبجد بجد بعد ما بتغسلي بشرتك وتمرري عليها قطعة تلج كده، تشوفي البشرة عاملة ازاي. وندهنها بمرطب، اي مرطب عندك ندهنها بيه. يبقى كده ادي وصفتنا. وصفة الشعر، هنفرم الموز في الخلاط مع معلقتين زيت زيتون او زيت جوز الهند، او ما عندكيش زيوت، عندك فازلين اللي هو الطبيعي العادي، احط معلقة فازلين واضربهم جامد قوي قوي قوي. هفردهم على شعري، همسك شعري كده خصلة خصلة، افردهم واشد كده الشعراية واشد كده الشعراية. لان ايه، بيساعد لو في الشعر فيه كده كسر، بيساعد عليها. بس كل حاجة بنستخدمها متبقاش من اول مرة، بتبقى بالاستمرارية. بس انا لما بستخدمه لبشرتي وبغسل بشرتي بلاحظ ان بشرتي ناعمة وشكلها كده حلو. حلو قوي الغمقان تحت العين، حلو قوي الانتفاخات، حلو لبشرتي ككل. بيساعد على فرد، مش هنقوله ان هو يمحي التجاعيد، لا، الخطوط التعبيرية اللي موجودة في وشنا، اللي بتبقى بين الحواجب، بتبقى فيه كده عند الفم، حوالين الفم كده في حاجات. حتى مش عند الناس الكبيرة او اللي بعد ال40 بتبتدي، لا، ده احنا دلوقتي بقينا بعد العشرينات بلاقي بنات صغيرة وفي خطوط تعبيرية في بشرتهم.
ليه؟ علشان بيستسهلوا يستخدموا الفونديشن. اول ما يقوموا من الصبح يغسلوا وشهم يروحوا حاطين الفونديشن ويقفلوا المسام عندهم ويمشوا في الشمس، والعرق والبشرة ما بتتنفس زي ما اكون حطيت قماشة على فمي كده، مفيش تنفس، فبالتالي بتخنق وببقى عايزة اصوت. فبشرتنا بتبقى عايزة تصوت بقى من اللي احنا سوء الاستخدام. وده اللي بيحصل مع بناتنا الصغيرين، ان هم بيستسهلوا عايزين نتيجة فورية، مفيش صبر ان احنا نستخدم الحاجات دي وهتدينا نتيجة احسن من النتيجة الفورية. بل بالعكس هتبقى بشرتك نضرة وجميلة جدا، وممكن انزل بيها الصبح من غير فونديشن ومن غير اي حاجة احطها ببشرتي. بشرتي هتبقى حلوة وردي من غير بلاشر من غير اي استخدامات. بس احنا نستخدم الحاجات الطبيعية. انا بجد بجد في ناس اعرفها كتير ما بيستخدموش غير الحاجات الطبيعية ووشهم في منتهى الجمال. حتى كريم الترطيب ما بيحطوهوش، بيحطوا زيوت طبيعية، زيت الموز، زيت اللوز الحلو بيتحط للبشرة. جميل جدا جدا، بس فقط لغير بيدهنوه كده بس وبيبقى جميل قوي على بشرته. استخدم الحاجات الطبيعية، ليها إفادة جميلة جدا جدا بجد عن تجربة. يبقى احنا كده علشان ما نتوهش من بعض. الموز هنعمل بيه تحت العين، نحطه كده 20 دقيقة للانتفاخات. هنمسكه ندلك بيه بشرتنا وندعك بيه بشرتنا كده، وبعد كده نشطفها. هنجيب كمان قشر الموز للناس اللي بتشرب شاي كتير وقهوة وبتغسل سنانها وبرضه سنانها كده في صفرار. نمسك قشرة الموز دي وندلك بيها السنان كده، ندعك بيها السنان، وهتشوفي نتيجة فورية حلوة قوي قوي للسنان كمان. يبقى احنا كده عملنا وصفة للبشرة، وعملنا للسنان بيضنا سناننا، وعملنا تحت العين الانتفاخات، وحطينا كمان دلكنا بشرتنا وايدينا بقشرة الموز، واكلنا الموز وادانا يعني ايه برضو يعني رفع هرمون السعادة عندنا. الموز مليء بالبوتاسيوم وفيتامين سي كمان، وفي بي 12 وبي 6 حلو قوي 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 لبشرتنا ولجلدنا. في بعض الناس بيستخدموه لما يكون في وجع في الجسم ولا حاجة، بيحطوا قشور الموز بتقلل نسبة الوجع. كمان لما يكون في صداع، يعني في ساعات الناس عارفين طبعا احنا ابو فاس لما يكون في حد عنده صداع، فيجيب ابو فاس دوت ويدهن بيه الجبين عند قرطه كده، جبهة وشه يدهن بيها ابو فاس، بيحس يقولك انا فقت. كمان ممكن ادعك بقشرة الموز مكان الصداع، بيقلل الآلام اللي موجودة في الصداع، حلو جدا. فقشرة الموز دي كنز، وزي ما انتوا شايفين انا محتفظة بيها ازاي. فانتوا كمان انا مش بقولكوا جيبوا كلوا الموز واحتفظوا بيه كله، ناخد كمية نستخدمها. وكمان لما بيبقى فريش، اول ما بقشر الموزة القطع البيضة دي بتبقى فريش، استخدمها على طول، حلوة قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. بجد بجد يعني انا اول ما الاقي قشر الموز ده يعني بستخسر ارمي المادة دي. المادة دي كنز كنز بجد بجد، استغلوها. حلوة قوي. في كمان كتير يقولك ايه، انا اللي عندي الضوافر بتتقطم بسرعة، وبعد ما ربيها البنات بقى ايه بتتكسر ومش عارفة ايه وبيبقى في ضعف. امسك قشرة الموز وادلك بيها ضوافري كده، ادلك بيها الضوافر وبين الضفر كله. افضل كده ايه اغذي المكان ده كده بالعناصر المفيدة اللي موجودة في قشرة الموز، واسيبها كده شوية وبعد كده ايه اغسلها. يعني في فوائد كتيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى.